اللي هيرتكب جرم زي ده. المهم لما حققوا مع ياسمين زوجة احمد، طريقتها ما كانتش مظبوطه وكانت خايفه ومتلخبطه، فرجال الشرطه لما ضغطوا عليها شويه في التحقيقات والاسئله اعترفت وقالت ان هي اللي ورا الموضوع ده. طيب عملت في الطفل كده ليه بقى وازاي؟ اعترفت وقالت ان انا بمر بمشاكل كتير جدا ما بين حماية وحماتي، وطبعا انا مش عارف اخد معاهم حق ولا باطل، فانا من كتر الغيظ اللي جوايا والخنقه فقررت ان انا احرق قلبهم، واستدركت عبد الرحمن كان بيلعب تحت، طلعته الشقه عندي فوق وذبحته وطعنته كذا طعنه في بطنه ونزلته في الدخله، وخدت بعضه وطلعت تاني، نضفت بقى وروقت البيت عشان ما يبانش ان في اي حاجه. كل ده علشان تحرق قلب حماها وحماتها بسبب سوء معاملتهم ليها. فده كان بالنسبه لتفاصيل الواقعه اللي انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. وما تنسوش لو في اي مشاكل بتمروا بيها ابعتوا لنا على رسائل الصفحه، لو مش عارفين تاخدوا فيها قرار نستشير بعضنا والناس ترد عليكم في الكومنتات، ويمكن تلاقوا المشكله بتاعتكم حل، سواء كانت بقى زوجيه او كانت خطوبه او حتى كانت قصص